السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل مع بعض المقلوبة، بجد مش هزار، بجد هتعملوها وهتنبهروا بطعمها وبشكلها الحلو. وهنعمل كل الكلام الجميل ده بنص فرخة بس، وإن شاء الله هتنبهروا من النتيجة. بجد طعمها حلو، كمان هنعملها بطريقة سهلة. مش هتتعبنا ولا أي حاجة. وهنعمل كمان صينية بطاطس، وبجد غدا فاخر من الآخر. يلا بينا نشوف الطريقة ونشوف عملناها ازاي النهاردة. مبدئيا كده هنا عندي الخضار الجميل بتاعنا ده، عندي طماطم، بصل، فلفل رومي وبقدونس، وعندي هنا بقى صدرين بتوع الفرخة. هبدأ ان انا اقطعها بقى طرنشات او قطع صغيرة بالشكل ده. وهنا بقى حابة تفرمين في المفرمة مفيش اي مشكلة، بس الموضوع مش مستاهل. هنعملها كده بالمخرطة او بسكينة تكون حادة، مش هتاخد معانا وقت ولا اي حاجة. هبدأ ان انا افرم الفراخ كده الاول، وبعدين هبدأ ان انا اضيف هنا الفلفل واشيل منه البذر بتاعه. وهبدأ ان انا اقطعه قطع صغيرة بالشكل ده، ونسهل على نفسنا. وان شاء الله الموضوع مش مستاهل ومش هياخد منك وقت، ومش مستدعي ان انت تزعلي نفسك خالص. حتى لو ما عندكيش كبة ان شاء الله هتعملي احلى اكل لولادك. وهنسهل على نفسنا كل حاجة. هنبدأ ان احنا نفرم بصلاية كبيرة وبصلاية وسط على الصدرين الفرخة بالشكل ده. وهبدأ ان انا اضيف عليهم هنا الخضرة. هنا ده بقدونس، هبدأ ان انا اقطعه برضو قطع صغيرة بالشكل ده. وهنضيف هنا بقى كمان حبيتين طماطم، بس هشيل القلب بتاعهم علشان الكفتة بتاعتي ما تفكش وما يبقاش فيها مية. احنا النهاردة هنعمل كفتة بس هنعملها بطريقة سهلة وبطريقة حلوة. هقطع بقى الطماطم بقى بالشكل ده، وهبدأ بقى ان انا افرم كل الكلام الحلو ده مع بعضه. بجد الموضوع مش مستاهل، يعني كل الحكاية 5 دقايق 10 دقايق وانت واقفة على الرخامة كده وهتعملي أحلى أكل. هنا بعد ما فرمتهم بقى بالشكل ده هضيف هنا بقى التوابل بتاعتي. معايا هنا بهارات مشكلة، توم بودرة، بصل بودرة، بابريكا، ملح، فلفل اسود، وزنجبيل بودرة. تمام كده. هحط هنا نص كيس بهارات كفتة. تمام كده. ممكن حبة حواوشي مفيش اي مشكلة، اي بهارات انت حباها بقى تحطيها. ممكن لو مش عايزة تحطيه مفيش اي مشكلة. هنا فرمتهم بقى لحد لما اصبحت معايا بالشكل ده. وطبعا بتيجي تشكليها ان شاء الله مش هتفك منك ولا اي حاجة، لان الفراخ ما فيها نسبة جيلاتين. فطبعا مش هنحتاج هنا ان احنا نضيف بقسماط ولا اي حاجة. هي كده ان شاء الله مش هتفك. بس تابع معانا علشان ان شاء الله اقولك هي هتفك لو انت عملت فيها ايه. هنا هصبعها بقى واشكلها بالشكل ده. انا طبعا هنا بشكلها بالاقراص او دوائر كبيرة بالشكل ده علشان انا هعملها مقلوبة. ممكن لو انت حابة بقى تعمليها كفتة صوابع تصبعيها على سيخ مفيش اي مشكلة. بس بجد ان شاء الله جربيها بقى بالطريقة دي، طعمها حلو. بس يفضل كمان لو انت سبتيها 10 دقايق او ربع ساعة في التلاجة هتمسك معاكي احسن من كده. انا هنا بقى اشتغلت بيها على طول. حطيت بقى في صينية على النار معلقة زبدة معلقتين زيت، وهبدأ ان انا اهدي النار بالشكل ده. وهنزل بقى بالكفتة بتاعتي. اللي هيخلي الكفتة بتاعتك تفك ان انتي هتحركيها وهتقلبيها كتير. احنا نهدي عليها النار وهنسيبها بقى تستوي مع نفسها براحتها كده. وبعدين اول ما احس ان هي خدت لون من تحت او استوت من تحت هبدأ بقى في الوقت ده ان انا اقلبها. انما لو انا بقى من الاول كل شوية ارفع بقى واشوف هي استوت ولا لا، هي كده هتفك منك. تمام كده. بالشكل ده بقلبها اهو بكل سهولة. انا طبعا هنا عارفة ان هي خلاص احمرت من تحت او استوت من تحت. هبدأ ان انا اقلبها. انما بقى ان انت كل شوية تحركي فيها يمين وشمال هتفك منك. تمام كده. هنا بقى واحنا بنعمل الكفتة بتاعتنا هنجهز الرز بتاعنا. حطيت بقى معلقتين زبدة ومعلقتين زيت، وهبدأ ان انا اشوح الرز بتاعنا او اعمل الرز بتاعنا. تمام كده. بجد الموضوع سهل، وان شاء الله سهلوا على نفسكم وكل حاجة هتبقى سهلة وبسيطة. هنا لو جربتوا الرز بالطريقة دي بجد طعمه حلو جدا. هجيب هنا بقى بصلاية وهفرمها كده بالشكل ده، وهبدأ ان انا اشوح فيها. وطبعا انا مش هخليها ان هي لونها يحمر، انا يا دوب بس اللون بتاعها يبقى واخد اللون الاصفر. واحنا واقفين بقى كده ببدأ ان انا اشكل قطع كفتة تاني، واحط واشيل واحط بالشكل ده لحد لما كل الكمية تخلص. هنا البصلاية بتاعتي دبلت، هضيف ليها معلقة بابريكا. بجد البابريكا بتفرق في لون الرز وطعم الرز، فان شاء الله جربوها واتنال اعجابكم. هنا بقى انا حطيت نص كيلو رز
مصري. تمام كده. الاصل في المقلوبة ان هي بتكون بالرز البسمتي، بس لو مش متوفر مفيش اي مشكلة، بجد كان طعمها حلو جدا والرز كان مفلفل. المهم ان احنا نهتم كده ونظبط الاكل بتاعنا، بجد هيبقى حلو جدا. حتى لو احنا مش مكلفين نفسنا، بجد والله يعني الحمد لله. لما ترضي كده ربنا بيراضيك وبيحللك الحاجة بتاعتك. هنا انا فضلت اشوح في الرز لحد لما واخد اللون ذهبي بالشكل ده. انا هنا بقى نزلت بالشوربه. تمام كده. لو انت بقى عامله رز بسمتي هتنزلي بميه سخنه، وهتزودي الميه عن كده علشان هو بيحتاج ميه كتير. وطبعا تحطي قرفه وورق لورا ولومي علشان تطعمي الرز بتاعك. تمام كده. وملح طبعا. هنا بقى هنعمل صينيه بطاطس. عندي هنا بطاطس حلقات، وحطيت هنا بصلتين مقطعهم جوانح وفلفل رومي، وحطيت عليهم معلقه بهارات. هبدأ ان انا ادعك البصل كده بايدي، بجد بيفرق في طعم الصينيه او طعم الاكل لما تدعكي البصل بايديكي كده. هنا جبت صينيه وحطيت فيها معلقه سمنه، وهبدا ان انا ارص البطاطس بتاعتي. انا هنا حابه ان صينيه البطاطس تطلع ناشفه، مش حابه ان هي يكون فيها صلصه او طماطم كتير. هحط هنا بقى البصل، وهبدا ان انا اضيف الطماطم بالشكل ده، وهبدا ان انا اضيف بقى بقيه كميه البطاطس، وبعدين نحط الطماطم ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام بالشكل ده. طبعا لو انت عايزاها بصلصة كتير بقى تزودي الطماطم عن كده. انا هرفعها بقى على النار لحد لما تبقى داخلة على سوا، ادخلها الفرن تاخد لون من فوق وتبقى مستوية وطعمها حلو. هنا الرز استوى والبطاطس بتستوي. هنكمل بقية خطوات المقلوبة بتاعتنا. عندي هنا بصلتين هقطعهم كده بالشكل ده، وفلفلاية وطماطميتين هبدأ ان انا اقطعهم بالشكل ده. هنا هنعمل خضار خضار ايه، خضار مشوي، خضار مشوح، خضار مدبل متبل، اي حاجة يعني. المهم انت اعمليه كده بس وهيبقى حلو ولا يهمك. هنحط هنا بقى في صينية معلقتين زبدة او معلقتين زيت، وهبدأ ان انا اشوح او ادبل الخضار بتاعي. ممكن هنا تعمليه على الجريل، ممكن تعمليه زي ما انا ما عملت كده، مفيش اي مشكلة. المهم الحبة دي مهمة ويبقى طعمها حلو جدا في المقلوبة بتاعتنا. هنا هتبلهم بقى وهحط ملح وبابريكا وبهارات. تمام كده بالشكل ده. وههدي بقى النار خالص. انا بكون مهديه النار علشان البصل بتاعي يدبل كده ويطرى والطماطم تنزل ميتها. بجد بقى طعمهم حلو خالص. ان شاء الله جربوهم وتنال اعجابكم. هسيبهم بقى يتشوحوا كده ويتبلوا. وهنا بقى خلاص كل حاجة بقت جاهزة وكله بقى تمام. هنا الكفتة بتاعتنا اصبحت جاهزة. بجيب بقى اي حلة اللي انا هقلب فيها. شفتوا بقى المقلوبة بتاعتنا سهلة ازاي. هبدأ بقى ان انا احط الكفتة بتاعتي وارصها بقى بالشكل ده. شفتوا المحروقة دي انا اللي هاكلها. هحطهم بقى كلهم بقى بالشكل ده وهرص. وطبعا الكمية زادت على الحلة، اتبقى حبة كمان في الطبق كلوهم. تمام كده. هحط بقى المقلوبة بقى بالشكل الكفتة بالشكل ده. وبعدين هنا بقى هنجيب الخضار اللي احنا كنا مشوحينه على النار لحد لما استوى ودبل معايا واصبح بقى بالشكل ده، وهنزل بقى بيه فوق الكفتة بالشكل ده. بجد جربوها وان شاء الله هتنبهروا، وكمان بتجددوا وبتغيروا كده من شكل وطعم الفراخ للولاد، وان شاء الله هينبسطوا. هنا بقى بضيف بعد كده بقى الرز. بجد حبة رز مفلفلين ما شاء الله. هنا بقى يفضل ان انت تضغطي بقى او تكبسي كده كبسة جامدة علشان لما تيجي تقلبي الحلة تتقلب معاكي وما تفرفتش الرز بتاعك. تمام كده. هنا بقى اللحظة الحاسمة، هقلب حلة المقلوبة. يا مسهل. طبعا قعدت بقى يمين وشمال واقول يا ساتر استر، والاخر برضو ايه، عشان انا ما كبستش او ما ضغطتش الرز جامد اتفرفتت كده من الجنب. بس ولا يهمك، لميته وكلناه عادي خالص بالشكل ده. هسوي بقى الصينية او الطبق بتاعي. وهنا البطاطس بتاعتنا اصبحت جاهزة. انا عايزاها ناشفة بالشكل ده، انا مش عايزة فيها صلصة او شوربة كتير. اتمنى ان شاء الله تجربوه ينال اعجابكم. بجد حلوة جدا وتغيير ونجدد وننوع كده من شكل الاكل، وكمان توفير. يعني احنا عملنا نص الفرخة بس ما عملناش الفرخة كلها، وبكده احنا بنكون وفرنا من جانب، ومن جانب تاني عملنا سفرة حلوة. وبجد مش دي كل كمية الكفتة، في حبة متبقية كمان، وبجد كان طعمها حلو جدا. ان شاء الله جربوها بكل التركات اللي احنا قلنا عليها، وان شاء الله تطلع معاكم احلى مقلوبة. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.